فكرة فيديو النهارده هقول لكم على افضل خطة باساليب اللعب والتعليمات الفردية وافضل مدرب ممكن تلعب بيه. نبدأ الخطة مركز بمركز. اولا الجيكي يبقى باسلوب لعب حارس مرمى بقدرات هجومية. بالنسبة لخط الدفاع هتلعب بثلاث قلوب دفاع وظهير. بالنسبة لقلب الدفاع ده يبقى ظهير مدافع ولازم يبقى سرعته فوق ال90. وقلبان الدفاع التانيين واحد منهم محطم والتاني بناء لعب، والظهير يكون ظهير مدافع او ظهير مهاجم. وبالنسبة لخط الوسط يبقى واحد دي ام اف واثنين اي ام اف. الدي ام اف باسلوب لعب ارتكاز، والاي ام اف واحد اللي بيبدأ في صنع اللعب والتاني لاعب بين الهجوم والدفاع. وبالنسبه لخط الهجوم 2 اس اس وواحد سي اف. الاس اس يبقى باسلوب لعب جناح غزير الانتاج ويبقى سرعته فوق ال90. وراس الحربه لازم يكون باسلوب لعب مهاجم قناص ويبقى سرعته فوق ال90. وبالنسبه للتعليمات الدفاعيه الاثنين للاس اس هتديهم هجمه عكسيه، ولو بتلعب بظهير مهاجم هتديه تعليمات دفاعيه. وبالنسبه للمدرب العب باي مدرب في اللعبه باسلوب لعب كره طويله مضاده حتى لو هتلعب بسيميوني تشيبي. وبالنسبه لطريقه اللعب جوه الملعب واحد ممكن تلعب كرات طويله، علشان كده انا بفضل تلعب بظهير مهاجم وتديه تعليمات دفاعيه علشان التمريرات المرتفعه هتبقى عنده حلوه. اثنين ممكن تعتمد على انك تدافع وتاخد هجمات عكسيه بالاثنين الاس اس، عشان كده انا بقول لك تفضل ان انت تلعب بالاثنين الاس اس سرعتهم تبقى فوق ال90. ثلاثه ممكن تعتمد على الضغط العالي، عارف انك مستغرب ازاي الضغط العالي واسلوب لعب كره طويله مضاده. لا ما تستغربش، عشان انا بقول لك تعمل 2 اس اس وواحد سي اف واثنين اي ام اف، يعني كده اسلوب هجومي جوه فتعرف تعمل ضغط عالي. تعال اوريكم الخطه دي في الديفيجن. يلا بينا على الماتش. الخصم احمد اف سي. تشكيلتنا والاسهم. تشكيلته بدري، لمبابي، محمد صلاح الحمد لله، ودودو، لدينيلسون، روماريو، واحدة بليت، واحدة ضعيفة، كوستا كورتا، دينيلسون قطعها، روماريو، جوان فيا جوان. الجوان الأول كوندي هيبصها لمين؟ أيوة يقطعها يا فيا جوان. الجوان التاني ميسي هنرفعها على القام الأول لفيا، كوندي يقطع أيوة ديل بييرو جوان. يا العرضة دي كوندي لميسي جوان يا روماريو الجون التاني. باركولا لفينيسيوس يا ولد المباراة خلصت 3-0 وراجل المباراة دافيد فيا، ودي الإحصائيات. وكده الفيديو بيخلص، اعمل لايك ومتابعة. سلام.